عشان حاسه اني مخدوعه. ميه بتغلي، ملح، وهسلق المكرونه. عقبال ما المكرونه تتسلق يلا نجهز بقيه الوصفه. طاسه سخنه، زيت، زبده، بصله متقطعه مكعبات صغيره، توم مهروس، هقلب. كل اللي انا محتاجاه ان البصله تدبل واشم ريحه التوم، مش عايزاه يتسوى زياده عشان ما يتحرقش. حطيت السبيط اول حاجه عشان ده اللي بياخد تسويه اكتر. اول ما السبيط يستوي كده نص سوا هنزل الجمبري. هتبل بملح، فلفل، بابريكا، كمون، توم بودره. هقلب بقى الكلام ده، الروايح ابتدت تطلع. الجمبري ما بياخدش تسويه كتير خالص. هحط السمك، ده سمك قشر بياض، بعديه على طول صوابع الكابوريا. الروايح تجنن كده. خلاص اهو كله استوى. فلفل الوان، كريمه طبخ، لبن حليب، استنى بقى يبقلل ويغلي كده مع بعض عشان خاطر يتقل من الكريمه. ابتدت تغلي اهي خلاص، والصوص تقل شويه. لو انتوا بتحبوا الصوص تقيل قوي يبقى لازم تربطوه الاول بدقيق، بس هي انا بحبها الصوص بتاعها خفيف كده ورايق. اشيلها من على النار. صينيتي المفضله المكرونه. انا نفسي تبقوا معايا عشان تشموا الريحه اللي انا شماها. فقرتي المفضله جبنه موتزاريلا. بس اقعد بقى مقطع صوابع الكابوريا كده عشان احطها مع الجبنه الموتزاريلا من فوق عشان هو بيحبها. والله شكلها حلو. حطيت الجبنه الموتزاريلا، وطبعا انتوا عارفين دي هتروح فين. بسم الله الرحمن الرحيم. طب الكشرة دي بتاع شكلها حلو. عشان حاسه اني مخدوعه. الجمبري، لا الجمبري الاكياس ده خدعه 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 يعني، صغير كده وبيكش. الكيس يبقى شكل الجمبري حلو كده وجميل وكبير، وفجاه تحطوه في الوصفه تلاقوه مش موجود. مامتي ربنا يخليها لي يا رب، هي اللي كانت دايما بتجيب لي الجمبري والسي فود عامه وهي مسافره. رشه الشبت دي بقى بتدي طعم حلو جدا، وفي نفس الوقت تخلي شكلها حلو. وانا متحمسه بغض النظر عن الجمبري، بس هي ريحتها فظيعه. لازم ادخل في نص الصينيه كده ونشوف الجبنه الموتزاريلا وهي بتطلع مع المكرونه. اوه، طعمها رهيب. تتبيله رهيبه تحفه. بوم بوم بوم. تاكلوها في الطبق، في الصينيه. ده احلى طاجن مكرونه بالسي فود هتعمله.